هاي وزويز، والنهاردة عندي ليكو فلوج جديد لإيفنت مع كيكو ميلانو. كيكو ميلانو عامل إيفنت لرمضان، إيفنت السحور يعني. وده اللوك اللي أنا هكون لابساه، دي الهيلز اللي أنا اخترتها مع الجامب سوت اللي كنت مصوراه في أول الفيديو، وكمان الشنطة دي كمان اللي اخترتها من برادا. اللي بيسألني على الجامب سوت كان من بيبي. دلوقتي انا على طريقي للكوافير، وصلت هنا الكوافير بتاع بيداشينج. طبعا انتوا عارفين انا بحب الكوافير بيداشينج ازاي، لانه بيجهزني في اقل من ساعة، بيعمل اظافري وشعري في نفس الوقت في اقل من ساعة. طبعا اظافر ايديا انا مش بعمل اي حاجة فيهم غير ان انا بنظف. اللي شاف التوتوريال بتاع الاظافر يعرف ان انا جيت اليوم ده بس عشان انظف اظافري، وبعدين ركبت الاظافر بتاعتي اللي انا جايباها معايا وانا قاعدة بعمل في شعري. فزي ما انتم شايفين كرسي واحد بعمل فيه كل حاجة، بغسل شعري، بعمل شعري، بعمل اظافري، كله في كرسي واحد. ما بقعدش اتحرك ويروحوا يودوني ويجيبوني، والاول اعمل شعري وبعدين اعمل اظافري. لا، كله بيتعمل في نفس الوقت علشان تخلصي في اسرع وقت. بدل ما تقعدي في الكوافير 3 ساعات عشان تعملي شعرك واظافرك، بتخلصيهم كل الحاجات دي في ساعة واحدة فقط. المهم انا زي ما انتم شايفين قاعده بركب في اظافري بقى لغايه ما يتخلص لي شعري. وهنا ده الفاينل لوك لشعري، تحفه جدا، كان عاجبني قوي. وزي ما انتم عارفين انا قلت لكم ان جيجي هي الوحيده اللي بتعرف تظبط شعري زي ما انا بحب. انا لما ما بيكونش عندي وقت اعمل شعري لنفسي في البيت وبكون مستعجله، بروح لها هي تخلصني في وقت قصير جدا وفي وقت قياسي جدا. فزي ما انتم شايفين كده احنا وصلنا الايفنت كان معمول في اميريتس تاورز في مطعم اسمه نيفين. زي ما احنا دلوقتي داخلين، ده الانترنس بتاع كيكو ايفنت، والفايبز بقى فيه كانت روعة. ممكن تكونوا بتسألوني دايما ان انا ليه بقفل الموسيقى او الباك جراوند ميوزك بتاعت الفيديو وانا بصور الفيديوهات دي او بنزلها لكم. انا علشان بكون بركب فويس اوفر عشان اتكلم معاكم، فعلشان تكونوا سامعيني بوضوح فبقفل الاصوات الخلفية. زي ما انتم شايفين هنا ده الايفنت وكل المدعوين. كان برضو في كاليجرافي ستيشن والحنة ستيشن، فانا كنت قاعدة مستنية دوري عشان اعمل الحنة في ايدي، بس طبعا اتلخمت في حاجة تانية وملحقتش اعمل الحنة في ايدي. بس تاني يوم ايفنت كان فانتي، رحت عملت حنة في ايديا. anyway ده الكاليجرافي كورنر. هنا بيدوكوا توت باج كده، وعلى الشنطة التوت بيكتب اسمك عليها. عجبتني قوي الديزاين بتاع الحنة اللي البنوتة دي كانت بتعملها. زي ما انتم شايفين كده ده الفايبز بتاعت الايفنت بتاع كيكو. طبعا كل براند بينافس البراند التاني مين يعمل الايفنت بتاعه احلى من التاني، فزي فبتحسوا منافسة يعني قوية للفينيوز ومن البراندات. يعني كل واحد بقى يختار فينيو احلى، كل واحد عايز يعمل ايفنت احلى. هنا بقى انا كانت بيكتب لي على الشنطة بتاعتي اسمي. عجبني جدا الخط بتاعه، عجبني جدا ان هو كتبها فقط على الكورنر بتاعت الشنطة عشان ما ياخدش مساحة من الشنطة جامد، فبيبقى الشكل اشيك جدا. طبعا كان في بقى اكل كتير بيتقدم في السحور، بس بما اني صايمه صيامي كبير فكنت باكل بس اكل صيامي زي الحمص يعني والعيش فقط. حبيت افرجكم على دميانة. هنا كنت عامله لها قبل ما اخرج كنت عامله لها زي بابيون كده في شعرها، بس عامله زي القطه. اختها دانييلا كانت نايمه في الوقت ده، كانت بتاخد ناب صغنن كده، فقلت اصور لكم دميانة وهي قاعدة مع مامي وانا عاملة لها البابيون. عايزة هي تقعد في
البريسلتس بتاعت مامي. هنا بقى دانييلا كانت صحيت وكان ميعاد اكلهم. هسيبكم تسمعوا الاصوات اللي هي كانت بتعملها، واشوفكم في الفيديو الجاي. احلى وزويز. Bravo! Bravo! Beautiful song! Beautiful song! Gee.